بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض مقرمشات حلوة جدا وسهلة وبثلاث مكونات بس. بجد مقرمشات. بصوا يعني الهشاشان بتاعها القرمشة بقى، والهشاشان خطيرة. بصي مرملة ازاي، بجد حلوة وسهلة وبسيطة. عملت منها الحجم الكبير، وكمان عملت منها شوية كده حجم صغير، مش محمرين قوي عشان الناس اللي بتحب الحاجة محمرة والناس اللي ما بتحبهاش محمرة، يعني رضيت كل الأذواق. حلوة قوي وسهلة وبثلاث مكونات بس. يلا نشوف احنا عملناها ازاي. هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. اول حاجة عايزينها 3 بيضات وكيسين فانيليا وست معالق سكر. اقلب بالمضرب الكهرباء جامد قوي لحد ما يعمل لي فوم ابيض كده، الدقيق مع السكر مع البيض. تمام كده. احط 6 معالق منخولين كده دقيق. تمام، يبقى 6 سكر و6 دقيق و3 بيضات وكيسين فانيليا وبس. هما 3 مكونات طبعا، والفانيليا مش محسوبه. اقلب كويس قوي، وبعدين ابدا اقلب كده، يا اما بسباتيولا يا اما بمعلقه يا اما بمضرب يدوي كده. اجيبها من تحت لفوق كده عشان ما اخرجش الهواء ما بينها. بس اكون جايبه بقى صينيه وحاطه فيها ورق زبده كويس، ويكون نوعه كويس ما بيلزقش، وكيس حلواني. وطبعا هي زي ما انتم شايفين كده سايحه، لان هي ما فيهاش دقيق كتير، مفيده وصحيه وحلوه جدا. وابدا بقى اشكل الاشكال اللي انا عايزاها. وبعد ما اشكل كله اجيب بقى سمسم. انا حطيت سمسم لانها حلويات مسكره، يعني مقرمشات مسكره، فالسمسم معاها بيبقى طعمه حلو قوي. على درجه حراره متوسطه في الفرن. طلعت زي ما انتم شايفينها كده، سيبها لحد ما تحمر وهشه ومقرمشه. خطيره يا جماعه، بجد خطيره. احطها بقى في قلب بوله. طبعا انا عملت الكميه دي، عملت لي 3 صواني من دول. بصوا بقى، بجد خطيره. يعني لو تسمعوا صوت القرمشه والهشاشان ومن جوه مرمله، حلوه جدا وهتعجب كل الاذواق. بجد حلوه، والفانيليا مش بتخلي الريحه خالص للبيض، وحلوه قوي. عملت كمان شويه حجم صغير وبرده هشه. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.